هنتكلم على اول سؤال، ايه هي العوامل اللي بتؤدي الى مرض السكر؟ احنا عندنا 2 طيب من مرض السكر، الاولاني والتاني. بنتكلم دلوقتي على النوع التاني اللي هو بيجي تقريبا بعد 30 سنه. مهم جدا العيله، لان لو في العيله مثلا الاب او الام او الجدود عندهم مرض سكر، فيبقى الانسان ده بيبقى معرض الى ان هو يجيله مرض سكر. معرض بس مش ضروري يجيله مرض سكر. الفرق بقى معرض وضروري يجيله او مش ضروري يجيله، دي بتتوقف على عوامل كتير جدا. يعني انا ممكن ان انا اول حاجه امنعه ان هو يجيله سكر، او على الاقل لو هيجيله انا باخر حدوث مرض السكر 10 او 15 سنه. مهم جدا ان احنا الوزن ده مهم جدا، لان السمنه لقوها ان هي فعلا بتؤدي الى مرض السكر. ليه؟ لان الخلايا الدهنيه بتزيد جدا في الجسم، والخلايا الدهنيه الحقيقه بتعيق عمل الانسولين، فنلاقي ان الانسان بيدخل على طول في مرض سكر. عندنا حاجه تانية كمان، طريقه الاكل اللي هي من الاساس بتؤدي الى السمنه، اللي بيؤدي الى حدوث مرض السكر. طريقه الاكل مهمه جدا. معظم اللي بيشتغلوا او معظم الناس اللي انا بشوفهم ان هم بياكلوا وجبه واحده بس في اليوم، وهي دايما بتبقى الوجبه اخر وجبه. لازم مهم جدا اول حاجه نبتدي الفطار. الفطار ده اهم حاجه في اليوم كله، فطار والغداء والعشاء، ويا ريت بينهم كمان بناخد حاجات صغيره علشان كده الاكل بيتوزع على طول اليوم. وده اول حاجه هنبعد خالص مرض السكر عننا. مش هتبقى وجبه واحده بس، بحيث ان هي الوجبه دي كبيره جدا، بتبقى الانسولين اللي بيطلع ما بيبقاش قادر يكفيها كلها، فعلشان كده بيدخل الانسان الى ان هو يجيله سكر. تاني حاجه طبعا الحياه اللي هي المستقره، او اللي مفيش رياضه او مفيش حركه. يعني احنا بنتكلم مش ضروري رياضه ان احنا نروح نلعب سكواش او تنس او نعمل رياضه عنيفه، لا، ولو حتى مثلا تلت ساعه او نص ساعه يوم او يوم، لا، ده كويس جدا ان احنا نقدر، لانه تنشيط الدوره الدمويه، تنشيط للعضلات، بيزود حاجه اسمها الكوليسترول الكويس او الدهون الكويسه في الجسم. فكل ده الحقيقه بيقلل حدوث مرض السكر او بيمنعه تماما.